شوف يا باشا، انا هقول لك حاجه. عشان انا راجل زملكاوي ماشي. لما اجي اقول لك ان اداره الاهلي ساعات بتطلع منها حاجات، هتقول لي بطبل وبزمر يا عم اسمع وافهم الكلمه رايحه فين وجايه منين. لما اقول لك ان اداره الاهلي ساعات بيطلع منها حاجات، عارف انت ايه اللي هو بيزك خالص، ويقوم معصبك ومركب لك العصب. نادي الزمالك زي ما انا قلت لك في فيديو قديم ان هو عمل كل حاجه وخلاص، واحمد عبد القادر في يناير الجاي هو ماضي في الزمالك. اسمع اللي انا بقول لك عليه. احمد عبد القادر مخلص كل حاجه مع اداره الزمالك والدنيا. يوم كابتن محمود الخطيب قايل لك ايه بقى؟ قال لك يا باشا والله نادي الزمالك لو عايز احمد عبد القادر يجيب عرض اكبر من عرض نيوم، وانا بنفسي اوصله لك لحد النادي. نعم يا باشا، امورنا يا كابتن بيبو. واخد بال حضرتك؟ قال لك اصل احنا هنروح ونيجي وتعمل لي. هو خد بالك، هو اداره الزمالك عايزه عبد القادر ليه؟ عشان يبقوا خدوا لعيب من الاهلي، واخد بالك، دايركت مش كوبري، فنبقى ردينا على زيزو. ده نمبر 1 تفكير الاداره. اسمع اللي انا بقول لك عليه، مش ولا بقى موهبه فنيه. يا معلم احمد عبد القادر الترتيب السابع في الوينجات عند النادي الاهلي دلوقتي. انت فاهم حاجه؟ يعني انا مثلا مش راح خاطف وسام ابو علي من بق الاهلي، انا كده رديت على زيزو. انما انا، انت فاهم، مش خاطف لعيب كلاس ايه في الاهلي. يعني انت خاطف لعيب اصلا، او يعني متفق مع لعيب هو كده كده كان طالع اعاره وبيدور له على اعاره، وحتى لما كان اساسي ما كانش بيشارك فاهم الفكره؟ مش تقليلا من احمد عبد القادر، ولكن دي الحقيقه. انت مش شايف كده؟ انت حر بقى، فاهم ازاي؟ فهو كابتن محمود الخطيب قال لي بقى في دماغه كده، قال لك يا باشا وانا اخسر في اللاعب ليه بقى واسيبه لحد يناير ليه ويطلع بقى ويقول لك هو ردنا على زيزو بتاع. طب ما اتفضل، اتفضل يا باشا، خد بالك. فطبعا انا بقول لك مستحيل الزمالك هيشتريه من الاهلي. يعني هيبقى، انا بقول لك هيبقى الغرض من الصفقه هيبقى باظ يعني. انت فاهم والله. يعني تخيل كده نادي الاهلي ايه، وهو ده اللي حصل فعلا. قال لك كده رسمي يا باشا، لو الزمالك عنده رغبه في التعاقد مع احمد عبد القادر يجي يقدم عرض. فاهم؟ انا بقول لك نادي الزمالك مش هيقدم عرض، لان هي الفكره انه هو مش عايز احمد عبد القادر عشان احمد عبد القادر. لا لا لا، هو عايز احمد عبد القادر عشان يرد على صفقه زيزو. وطول ما احنا بنفكر كده احنا رايحين في داهيه. فاهم قصدي؟ واحب اسمع رايك في الكومنتات.